فيلم المنسي هو من الافلام اللي لو اتعادت كتير انا بحب اتفرج عليها. عارفه، في ناس كتير تزهق بس ما تقدرش تمشي، تموت وهي زهقانه. انا واحد منهم. ده لان عادل امام كان مبدع جدا في الفيلم ده، وبجانب ابداع عادل امام وبجانب ان هو قدم عمل فني كويس جدا في المنسي، هو برضو قدم كوميديان هيكون من اهم الكوميديانات اللي موجودين على الساحه الفنيه في الفتره اللي بعد الفيلم ده، والكوميديان ده هو احمد ادم. حاسب؟ مين اللي حاسب؟ انا محاسب النوبه اللي فاتت. حاسب انت ولا مش؟ انا مسقيك عصير قصب الشهر اللي فات. طب والفول والطعميه اللي انا محاسب عليهم يابا؟ طب مش انا ماكلك وش اللي قبليها والاتوبيس وانت داخل تسفر على الكمساري وانا اللي قطعت التذكرتين وانت لبست فيه؟ طب ما انا جايب لامك علبه زيت ما دفعتش ثمنهم لغايه دلوقتي. هنسيح على امي منسي اتكل على الله. انا بقول لك بس عشان تبقى عارف انا مش عايز افاتك. ايه اللي حصل لاحمد ادم؟ بداية كده أحمد آدم هو ممثل مفيش اختلاف إن هو كوميديان كويس جدا وليه أعمال مهمة اتعملت في السينما، بعيدا بقى عن إثارة الجدل اللي بيعملها أحمد آدم خارج الوسط الفني وخارج الأفلام اللي هو بيقدمها، لكن فنيا هو كويس جدا وخصوصا في البدايات قبل ما يبقى بطل حتى. يعني لو هنروح نبص لمسلسل النوة كده اللي عمله أحمد آدم مع فردوس عبد الحميد في بداياته خالص قبل ما يشيل أي بطولة، هنلاقي إن أحمد آدم في المسلسل ده بيقدم أوراق اعتماده بشكل جامد جدا، وبيقول ان في ممثل كوميديان مهم جاي للسينما وللدراما التلفزيونيه فيما بعد. ايه؟ سكه مشغوله جوه دلوقتي مع الاستاذ خلف، ودي فرصه نمنع بيها الانفجار. يلا داري على اوضتك. يلا انت يا اخي المطلوب. يلا يلا دور على سليب. يلا بكره الصبح لينا قاعده معاكم على الرايق. لو هنروح لفيلم مثلا زي فيلم صمت الخرفان، الفيلم اللي يعتبر ما حققش نجاح في السينما خالص، ولكن كان بيشارك احمد ادم في بطوله الفيلم ده صديق عمره صلاح عبد الله. الفيلم كانت فكرته حلوه جدا وكان فيه كيمياء عاليه جدا ما بين احمد ادم وبين صديق عمره صلاح عبد الله، وفيلم ولا في النيه ابقى اللي ممكن نقول ان ده اول بطوله مطلقه لاحمد ادم في السينما. هو الفيلم كويس بس كان ممكن يتقدم بطريقه افضل من كده كمان، ولكن ماشي اهو بدايه كويسه لاحمد ادم. وبرضو ايرادات الفيلم ده ما كانتش احسن حاجه لما اتعرض في السينما، في حين بقى ان كان في ممثلين تاني في الوقت ده في جيل احمد ادم كانوا بيكتسحوا السوق حرفيا، زي محمد هنيدي وزي علاء ولي الدين اللي افلامهم وقتها كانت بتعدي ال 20 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا في الالفيه، رقم ممكن يعادل اعلى فيلم جايب ايرادات دلوقتي في السينما. يعني الناس دي هم عملوا كل حاجه في السينما من الاخر. نسيب حته الايرادات دي على جنب وخلينا في ان العمل الفني يكون كويس، يعني مش مهم الايرادات مش كل حاجه، اهم حاجه بعد كده الفيلم اللي بيعمله احمد ادم يكون عايش مع الجمهور. احمد ادم في الفتره دي كان بيقدم افلام حلوه جدا زي فيلم شجاع السيما مع ياسر جلال، وبالمناسبه كان ظهور احمد عيد في الفيلم ده بالرغم من ان هو صغير بس كان ظهور كوميدي جدا وحلو قوي. فيلم دمه خفيف كده والورق مكتوب بشكل حلو ولذيذ، يعني فتحي عبد الوهاب وياسر جلال كانوا عاملين ادوار كويسه جدا في الفيلم ده. لو مانيش فاضي للسيما والكلام الفارغ بتاعكوا ده. لا يا كابتن خالد لو سمحت، الا الاهانه. كلام فارغ ده ايه؟ السينما مش كلام فارغ ابدا. السينما ده فن من ارقى انواع الفنون، علاوه على انه له رساله تطويريه طالعه. انت هتديني محاضرات في السيما؟ وبعد كده احمد ادم بيقدم فيلم مهم جدا وهو فيلم الرجل الابيض المتوسط، فيلم انا بشوفه من اعظم افلام السينما المصريه اللي انا بحبها جدا بالرغم من ضعف امكانيات الفيلم ده تقنيا، ولكن الفيلم قدر يوصل لنا الفكره بطريقه سهله وبسيطه ومقنعه جدا، وقصه الفيلم ده قدرت تعوض النقص بتاع الحته التقنيه في الفيلم من ضعف الكاميرا وضعف الامكانيات بتاعه الفيلم ده اللي متصور بيه. وكان بيشارك في بطوله الفيلم ده بجانب احمد ادم فنانين زي عزت ابو عوف وسمية الخشاب ومحمود البزاوي وماجد الكدواني، يعني فيلم تقيل جدا. وبعد كده بيقدم احمد ادم فيلم هو ممكن ما يكونش كويس ولا وحش برضه، لان التوقعات كلها في الوقت ده كانت بتقول ان الفيلم ده هيكسر الدنيا لانه جامع بين ممثلين تقال جدا في الوقت ده، احمد ادم طبعا ومحمد فؤاد في فيلم هو فيه ايه. الفيلم اللي فعلا هو فيه ايه، فيلم حصل فيه مشكله وقتها ما بين محمد فؤاد وبين احمد ادم، اضطرت ان في لخبطه تحصل في التصوير ده وكل واحد يقول وجهه نظر غلط، وده على حسب كلام محمد فؤاد، ووجهات النظر الغلط دي تعارضت مع بعض وطلعت فيلم
سيء جدا. هو ميكس ما بين سيء وما بين حلو. يعني لو انت بتتفرج على الفيلم هتبقى فعلا مش فاهم هو فيه ايه. الفيلم اللي يعتبر اسمه شرحه بنسبة كبيرة قوي. وعلى عكس كل المتوقع يعني الفيلم ده ما حققش اي نجاح في السينما. احنا الكواليس اللي بيني وبين محمد فؤاد لو اتصورت واتذاعت كانت نجحت اكتر من الفيلم. من اهم افلام احمد ادم من وجهة نظري اللي انا بشوفها من الافلام التوب كمان في السينما المصرية هو فيلم هندي. الفيلم اللي جمع بين احمد ادم وصديقه صلاح عبد الله مره تانية. الفيلم ده بصراحه اتنفذ بشكل حلو جدا، ورق الفيلم ده كان مكتوب بشكل حلو جدا، وفيلم واقعي الى حد كبير كفكره. ولكن مع كل ده الفيلم برضو ما حققش نجاح كويس في السينما. ونروح بقى للقرموطي، الشخصيه الانجح لاحمد ادم، الشخصيه اللي بداها احمد ادم في مسلسل عمله اسمه سر الارض، ودي كانت بدايه الشخصيه خالص. والشخصيه دي هي اللي عرفت احمد ادم اصلا على الجمهور، وكمان خلت احمد ادم فيما بعد المنتجين يطلبوه بشكل كبير جدا. وبعد سر الارض احمد ادم عمل مسلسل القرموطي في مهمة رسمية، والمسلسل ده يحقق نجاح كبير جدا عند الجمهور. وبعد المسلسل ده احمد ادم يسيب شخصية القرموطي شوية ويروح يقدم شخصيات تانية في افلام تانية، بعدين بيرجع بقى لشخصية القرموطي، الشخصية اللي شهرته تاني من خلال فيلم معلش احنا بنتبهدل، اللي بيعتبر هو واحد من انجح افلام احمد ادم على الاطلاق. الفيلم اللي لسه افهاته عايشة معانا لحد دلوقتي. حامل يس حامل حامل pregnant كريستينا pregnant كريستينا pregnant كريستينا pregnant انا مبسوط قوي انا كريستين هنتجوز والله العظيم. هو ده النظام عندكم؟ بتجيبوا العيل الاول وبعدين تتجوزوا؟ بالرغم من ان الفيلم ده برضه ما حققش ايرادات عاليه قوي في السينما يعني واو، بس هو بيعتبر اكتر فيلم حقق ايرادات لاحمد ادم. والفيلم عموما كان دمه خفيف جدا، والافيهات بتاعت الفيلم ده كانت مكتوبه بشكل حلو قوي. وبعد الفيلم ده احمد ادم عمل فيلم تاني مهم جدا، ويمكن ده يكون اخر فيلم حلو عمله احمد ادم، وهو فيلم صباحه كده. وكان موجود في الفيلم ده الراحل محمد شرف ابن اسكندريه، والفيلم احداثه كانت بتدور في اسكندريه، واحمد ادم برضه اسكندراني، فالفيلم طلع بشكل حلو جدا في الاخر. وفي معاني كتير للفيلم ده ممكن خلته يتشاف بشكل كبير جدا بعد ما اتعرض في السينمات. وبعد كده احمد ادم بيقدم افلام كتير جدا سيئه قوي وما كانتش افضل حاجه، زي فيلم شعبان الفارس، وقدم بشخصيه القرموطي فيلمين بيعتبروا سيئين جدا، وهو فيلم ارمط بيتمرمط وفيلم القرموطي في ارض النار. الفيلمين اللي كانوا مجرد بس استغلال لشخصيه القرموطي عشان ترجع احمد ادم، لكن الفيلمين فشلوا فشل كبير جدا لما اتعرضوا. وبعدها بشويه كده بيظهر احمد ادم في فيلم 200 جنيه، وبيظهر ظهور مميز جدا في الفيلم ده باداء حلو قوي يخلينا نفكر ونقول ان احمد ادم لو رجع ممكن ما يعملش الكوميديا الصرف اللي احنا متعودين عليها منه، ولكن ممكن يمزجها شويه بحبه تراجيديا يعني. وبعد فيلم 200 جنيه احمد ادم اختفى خالص ومش باين لحد دلوقتي في اي فيلم تاني. احمد ادم هو كممثل ليه اعمال كتير جدا في السينما ناجحه ومهمه جدا، وما ينفعش نختلف على ده، ولكن احمد ادم هو ما ركزش في الاعمال الفنيه بس. يعني بمعنى اصح احمد ادم كان ليه خلافات بره الوسط الفني زعلت الناس منه شويه، ويمكن لو ركز احمد ادم في اعماله الفنيه بس كان ممكن يكون في حته تانية خالص. ولكن لو نلاحظ ان افلام احمد ادم معظمها ما كانتش بتحقق ايرادات في السينما اصلا، هل دي حاجه بتقول ان احمد ادم فشل في السينما؟ بالرغم من ان الافلام دي لما كانت بتتعرض بعد كده في التلفزيون كانت بتحقق نجاح عند الجمهور، وده اعتقد لان الفيلم مش مقياس ان هو عشان جاب ايرادات عاليه فالفيلم ده هيكون عايش مع الجمهور فيما بعد. المقياس الحقيقي ان الفيلم فعلا يعيش مع الجمهور، وكل ما يتعرض على التلفزيون تقعد تتفرج عليه وتبقى حافظ افيهات الفيلم ده، وافيهاته تكون متداولة حتى بعد 20 سنة من الفيلم. ده هو النجاح الحقيقي من وجهة نظري، واعتقد ده كان متحقق في افلام احمد ادم لحد فيلم صباحه كده. وهنا بقى السؤال ليكم، هل احمد ادم ممكن يرجع تاني يعمل افلام كويسة وتحقق نجاح عند الجمهور؟ مش شرط نجاح لحظي او نجاح في الايرادات، بس تكون عايشه مع الناس، ولا بكده يكون انتهى زمن احمد ادم؟ بس كده. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو اعملوا لنا لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل جديد يجيلكم اول باول، واستنونا في حلقه جديده. وسلام.